شاهدة على مدار سنين حوالي 83 سنة منذ بداية لعب هذا الديربي في أربعينيات القرن الماضي. بدأت الحكاية بين الفريقين العديدين اللذين سيسوقان أجمل وأفضل الصور على بطولتنا وعلى مناصرينا وعلى لاعبينا، صور ستصل العالمية. نعم، أنت لست في حضرة المونيمونتال ولا لا بومبونيرا، أنت بملعب 5 جويليا الأولمبي. هذا الملعب الزاهي، ويجب أن نقول حقيقة أخرى: لما تعود المولودية وتكون في أحسن أحوالها يعود معها الشغف الجماهيري، وتصبح بطولتنا رائعة، وتصبح بطولتنا فيها التنافس وفيها الندية بين مختلفي الأنصار وبين مختلفي النوادي. وتيفو يدفع تيفو يحل مكان تيفو، وعاجز عن وصف هؤلاء شخصيات تاريخية طبعا في اتحاد العاصمة الذي يستضيف اليوم وهو في المركز 13 المتصدر مولودية الجزائر، الذي قلنا بأنه بحر يمتد، ورفقاء يوسف بلايلي لا يريدون أن يوقفهم حد، ولكن أنصار المولودية يعتبرونه بأنه المنعرج وبأنه منعرج البطولة. أي نعم، ونحن في الجولة 11 تفوز في 8 مباريات متتالية، ثم يأتي اتحاد العاصمة أو اتحاد الجزائر، الأشقاء يوقفونك. فهذا أمر يحز لدى أنصار المولودية. أما أنصار الاتحاد المتألقين قاريا فلا تهم وضعية فريقهم في المركز 13، وإنما يهمهم الديكليك اليوم والفوز في مباراتي اليوم. غاريدو يكتشف الأجواء العالمية، أجواء فاقت كل بطولات العالم. هاي الصورة دعوني أصمت كثيرا وليس قليلا. الصورة أبلغ في التعبير من 1000 كلمة، وليس فقط دافنشي ولا بيكاسو من أحسن الرسامين العالميين، بل هناك أنصار النوادي الجزائرية ويتقدمهم أنصار المولودية والاتحاد، يبدعون ويبهرون برسومات ولوحات ورسائل رائعة. طبعا رائعة الرسائل التي ينشرها هؤلاء الأنصار على المدرجات، على مدرجات ملعب 5 جويليا الأولمبي، الملعب التحفة الذي سيحتضن الديربي. والرهان اليوم عودة البريق إلى الديربي، هذا البريق الذي فقده في السنوات الأخيرة. الفرجة مضمونة وستكون